السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء ابو المجد. يلا مع بعض كده نشوف طريقتي في تخزين الملوخية وازاي تطلع معاكم خضرة وفي منتهى الجمال. معايا هنا الملوخية، انا اشتريتها طبعا، الملوخية رخيصة جدا، فاستغلوا الفرصة وهاتوها وخزنوها، بجد بيبقى طعمها حلو قوي. حتى لو اتحطت في الفريزر هقول لكم السر اللي يخلي لونها اخضر وتبقى معاكم في منتهى الجمال. هنا الملوخية ابتديت ان انا اقطفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اي ورقة حلوة كده بقوم شايلاها على طول مقطفاها. لو انت حابة ليها عرق بقى فانت بتسيبي فيها حتة كده من العود بتاعها الاخضر عشان يبقى ليها عرق وتبقى حلوه معاكي. لو في اي ورقه طبعا مش مستحبه خالص او مخرمه او دبلانه او كده او صفرة ما تحطيهاش خالص. ده شكلها بعد ما خلصتها، وده اول مره غسلتها فيها. لازم تغسليها في ميه غزيره وبعدين تشيليها تصفيها عشان بيبقى فيها رمله. دي تاني غسله ليها، بحط فيها شويه من الخل وبغسلها كويس جدا، وبعد كده برضو ببدا ان انا اشيلها واحطها في المصفى تصفي. ودي تاني غسله. تالت غسله برضو بغسلها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي حاجه من الخل، وبعد كده برضو هسيبها لحد ما تصفي. بتغسليها لحد ما معاكي الميه تكون بيضه ورايقه خالص. هسيبها بقى تصفي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا لسه هيبقى فيها ميه. فهجيب كده اي فوطه عندك، فوطه كبيره بقى صغيره اي حاجه، هتوزعي عليها الملوخيه بالشكل ده من وقت للتاني، تقلبيها لحد ما تنشف معاكي تماما وتبقى بالشكل ده. هبدا ان انا اخرطها واحط عليها قرن من الفلفل، لو حابه تحطي توم برده مفيش مشكله، حابه بقى تعمليها في الكبه برده براحتك، بس انا بحب اخرطها بالمخرطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخرطها بقى كلها وتتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنخزنها. ده شكلها بقى بعد ما خرطتها، حباها ناعمه او خشنه وحسب ما انت حابه. ده كيس من مرقه الخضار، ممكن مرقه مرقه دجاج، ممكن مرقه لحمه، مفيش مشكله. عليها 3/4 كوبايه من الميه الدافيه، ربع معلقه صغيره من السكر، وربع معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. هقلبهم مع بعض بقى كويس جدا، وبعد كده هنزل عليهم بالملوخيه اللي انا خرطتها. لو حابه تعمليها في الكب برده بتبقى حلوه جدا، مفيش اي مشكله خالص. هقلبها مع بعض كويس جدا، افككها من بعضها بالشكل ده. وبعد كده بقى في الاكياس بتاعتي، اكياس تلاجة او اكياس الفاكيوم دي، مفيش اي مشكله خالص. هبدا ان انا اعبي بقى حسب الكميه اللي انت حباها. هعبي بقى الكيس التاني، وطبعا زي ما انتوا عارفين كده لازم كل ما اعمل وصفه النور يقطع، فالحمد لله. معايا هنا بقى 6 7 فصوص من الثوم، شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، وشويه حلوين كده من الكمون، ورشه من الشطه، وحوالي معلقه كبيره كده من الكزبره. كتري الكزبره بتبقى حلوه جدا. طلعت الملوخيه بقى من الفريزر على طول على الحله، حطيت عليها معلقه من السكر، مكعب من مرقه اللحمه، ومكعب من مرقه الخضار، وهبدا ان انا اقلبهم على نار هاديه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما الملوخيه تفك معايا تماما. هزود عليهم بقى معلقه من السمنه البلدي وهكمل تقليب، وهقلبها وافككها كويس جدا بالشكل ده. وهزود بقى الشوربه بتاعتي، وتتحكمي في القوام حسب ما انت حابه. هزود عليها كمان معلقه من الثوم والخليط اللي احنا عملناه ودقيناه في الهون. وبعد كده بقى نشوف الخلطه. باقي الخليط اللي انا عملته في الهون حطيت عليه شويه من السمنه البلدي، وهبدا ان انا اشوحهم على نار هاديه بالشكل ده لحد ما اللون يصفر معانا وريحته تطلع ويبقى ريحتها جميله كده. والملوخيه اول ما تاخد معاكي غلوه واحده بس تطفي عليها وعلى طول تطشيها بالثوم اللي احنا عملناه. عايزه اقول لكم بقى ريحتها كانت في منتهى الجمال. وبعد كده بقى هتغطيها وتسيبيها، عايزه اقول لكم بقى حلوه جدا، بس تغطيها نص تغطيه بس عشان ما تغمقش معاكي. ده شكل الملوخيه بتاعتنا، جربوها هتعجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.